تخيل معايا ولد كيختفي يوم الجمعة وكيتلقى يوم السبت. هادشي اللي كنعرفو في هاد القصة كان إنسان. تم يوم أمس السبت العثور على الطفل محمد أمين البالغ من العمر 7 سنوات في درب الطاليان بمدينة الدار البيضاء بعد اختفائه يوم الجمعة من منزل والدته بدرب لساسفة بالدار البيضاء. وكانت والدته قد وجهت نداء من أجل العثور عليه في لقاء مشترك مع المواقع الإخبارية ميديا لايف و MCG 24 وهيب بليز، وهو ما سهل مأمورية التعرف على الطفل من طرف سيدة بدرب الطاليان التي التقطت عدة صور من بعيد للمكان الذي كان يتواجد فيه رفقة أطفال متشردين، وهو عبارة عن حديقة بالقرب من أحد ملاعب القرب، وأرسلتها لوالدتها من أجل تعرفها على المكان، حيث حصلت هذه الأخيرة ورافقتها السيدة لتدلها على ابنها حيث عاد برفقتها للمنزل. وفي اتصال هاتفي مع موقع ميديا لايف اعترفت الأم تلقائيا بأن ابنها أصبح مبنٍ على استنشاق مادة السيليسيوم للهروب من واقعه المر الذي لم يتقبله بعد طلاق والديه. علم أن أحد الصحفيين قد واجهها بسؤال حول سابقة أخرى لاختفاء أحد أطفالها، وصرحت له أن ابن الآخر أكبر منه كان قد اختفى بمدينة بن سليمان. والتمست الوالدة من موقع ميديا لايف مساعدتها في إيصال ابنها لأحد الخيريات بالدار البيضاء. الهاتف 07 19 84 41 و 14 و 31. إلى اللقاء ونلتقي في خبر آخر مهم إن شاء الله. لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم أي جديد.